السلام عليكم متتبعاتي متتبعات قناة أم ريمانس للخياطة والطبخ. إذا اليوم إن شاء الله جيت نشارك معكم قصة تاع واحد الخياطة. هذه قصة لازم تكون لك عبرة، حتى أنا يعني راهي لي عبرة، وإن شاء الله يعني لا عجبكم يعني عجبتكم العبرة وعجبكم يعني هادو أسرار، يعني ماشي كاع الناس يعطوهم لكم، هادو قصص شخصية يعني راني بارطاجيها معكم. هذه قصة تاع واحد الخياطة، يعني حكات لي هذه القصة يعني، ومن هذاك النهار وهي يعني مندهشة، ولت يعني دخلت في حالة اكتئاب وحالة إحباط، لكن الحمد لله استرجعت قوتها واسترجعت يعني يعني عزيمتها في الخياطة. لكن كانت صارت لها صدمة قوية ودوك نشاركها معكم. إذا نرحب بكل مشتركة انضمت للقناة، نقول لك يعني ضغطي على زر الاشتراك، فعلي زر الجرس ليصلك كل جديد. إن شاء الله كل أسبوع عندي يعني بارطاجي معكم قصة واقعية على الخياطات، يعني كعبرة لكم هكا باش تستفادوا. وكل سيمانة كذلك عندي معكم لايف نديره معكم باش نشارك معكم يعني جميع انشغالاتكم. كل واحد يكتب لي في التعليقات هكا، ويكون يعني اشتراك متبادل كلي رانا مريحين مع بعض هكا باش تستفادوا اكثر ونكون قريبه لكم اكثر. اذا ندخلوا للقصه. القصه تحكي على صدمه خيانه. نعم، صدمة خيانة. هذه المرأة سرقوها ما خلاو لها والو، والثقة هي اللي وصلتها لهذا الشيء حبيباتي. اذا قبل ما نبدا القصة ديروا في ريسانكم باللي ما كاش كونفيونس، نعم، مع الناس اللي ما تعرفوهمش. اذا صاحبة القصة تقول: السلام عليكم، أنا خياطة نخدم في دارنا، يعني كيفي كيف الناس، نخدم بالحلال عادي، يعني نخدم على وليداتي يعني اونتر بارونتيز ولا بين قوسين. هذه الخياطة يعني هي أرملة عندها وليدات تخدم عليهم. لكن هذه القصة قالت لك عمري ما كنت نتخيل غادي تصرالي. هي مسكينه واحد النهار جات عندها واحد السيده ما يعني ما تعرفهاش، وقالت لها بغيتك تخدمي لي جهاز العروس. يعني بغات تخدم لها قناضر وجلابات وبلايص ويعني قشطه الصديره ويعني وسراويل، يعني صوالح تاع العروس. كما تعرفوا العروس عندها ما تخدم، فكما تعرفوا اي خياطه تبغي يعني تونغاجي في حاجه كيما هاك، تقولك انا نخدم نشد يعني. حتى انا نبغي نخدم يعني نكذب وحده نخدم معاها عروسه نخدم لها صوالحها، يعني باينه صوالحها كيف يعني غادي تعطيني السلعه وغادي انا نبدا نخدم لها، وكي كمل خدمتي غادي تخلصني يعني. فهي يعني قالت زعما جا الخير. اذا ليسونسيال قالت لها غادي تخدمي لي. قالت لها غادي بنتي تروح عروسه وسمحت بيك وعليك غير الخير، يعني كما نقولوا قالتها الامان. يعني بهذا الكلام الزين والنية، يعني باين عليها النية باسكو جايبة معاها التوب بزاف، وزعما على حسب هضرتها التوب تاع التصديرة والتوب تاع الادغال طقم المطبخ، يعني جابت لها كلش. وقالت لي غادي نخلي عندك كلشي. شوفوا يعني السارق يعني يقريك لامان. شوفوا جابت لها حتى البروف، جايبه فيدا هذه جايه تخون، يعني انا معليش نخسر مليون تاع السلعه ولا 2 ملايين، شو انا غادي ندي انا ما اكثر. استغلوا واستمعوا مليح العبرة، لازم تفهموا يعني. فجمع يعني قلت لك باللي يعني بانت لي باللي قلت لها زعما غادي نعطيك تسبيق وسي بون سي. هذه صاحبة القصة قالت لك جايبه معاها التسبيق، جايبه معاها كل سي بون سي، قالتها الامان. شو ولا هذه المراه هي جامي شافتها. قلت لك جمعت معايا بانت لي ناس ملاح، وكانت تهدر وتضحك وتطلب، يعني قلت لها جيبي لي الماء، خاطر تقول لها جيبي القهوه منا. فهي بنيتها يعني مدت لها القهوه، وقالت لك كنت حتى انا شربت معاها شويه، ولكن ما عرفتش دارت بالضبط. فقالت لك يعني بعد دقائق قالت لك حسيت روحي عييت بزاف، وعييت يعني بطريقه غريبه، عييت حتى غلبني النعاس، يعني قالت لك ورقت. ما عقلت على حتى حاجه، يعني ما عقلت لا شحال من دقيقه لا شحال من ساعه، غير كي فاقت قلت لك لقيت وليداتي ملاح والحمد لله ما صرا لهم والو يعني. ولكن الصدمه الكبيره كانت يعني قالت لك باللي ما لقيت لا دراهم، ما بقاو دراهم، ما بقى ذهب، ما بقى حتى حاجه. قلت لك حتى الصاك اللي كان دايره فيه وريقها وكاع وما كانش. في الدار كومبلي قلبتها انخلعت، يعني صدمه كبيره. حتى وليداتها قالت لك ما فهموا والو، بقاو مدهوشين يعني، والمراه اختفت تماما، ما بقى لهاش كاع الاثر. وزيد قالت لك ما خلات لا رقم لا اثر لا عنوان، ودات كلش. يعني كي دخلت فقط غير قصت معها كيما نقولوا هي الخياطه، على كي حطت لها القهوه على نيه تما يتفاهموا، تدي نيميرو تليفون، تدي العربون، تدي يعني حتى العربون والكتان اللي كانت جايبتهم باش زعما تخدم لها اداتهم. يعني شوفوا لا كونفيونس، شوفوا يعني النيه، وين يعني ما لازمش تكون عندكم نيه زايده
ما لازمش زعما سي بون وحده تجيب لك سوا تقولي سي بون هادي راهي جايبه سوا غادي تخدم. حجزوا رواحكم، حجزوا رواحكم ماكسيموم، ما تخدموش مع الناس اللي ما تعرفوهمش. كي تكون وحده ما تعرفيهاش ماذا بيها قولها زعما ما تجيبيليش قولي نحتاتك، لينا حتاتك ليا، ولا على الاقل تعيط لي غير في التليفون نعرفها شكون. حجزوا رواحكم البنات. اذا هي اش دارت هنا؟ هي راح قدمت شكاية كيما يعني إجراءات قانونية، قدمت شكاية، ولكن للأسف ما عندها حتى دليل. سيدة أصلا ما تعرفهاش، دخلتها بالثقة فخدرتها وخونتها، وهذه هي. يعني كيما نقولوا قرتها لامان ماكسيمو، يعني قرتها لامان. الوغ ما ديروش كونفيونس، ما تقوليش هذه جايه تخدم سي بون صاي انا باينه بلي جايبه صوالح وحده ما نعرفهاش ما ندخلهاش لداري. ليفريزون راني معاك، تخدمي بليفريزون راني معاك، باسكو هذيك كيما نقولوا تبقى بينك بين البيرو ولا والزبون، تبقى بينه بين البيرو. انت راكي بعيده، انت عندك تروحي تستلمي فقط الاموال تاعك. لكن باش تقولي لي تدخلي لدارك انسانه ما تعرفيهاش وديري فيها كونفونس، فهنا انا راني كونتر 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 مليار في المئة. هذا الشيء يعني ماشي تقولي بلي ليسونسيال نخدم سي بون كي راهي جايبه السلعه انا نخدم، ما نعرفهاش ما ندخلهاش حتى ولو كانت نيتها صديقه. حرصوا رواحكم، ماشي سهله يعني. هذه تحمد ربي، هذه الخياطه اللي سلكت من الموت وسلكوا وليداتها يعني، وداو فقط الفاني فاني يفنى، لكن الروح الا مشات هي الواعره. غير هذيك القزوه تاع وليداتها مساكين كي شافوا داك المنظر راهي حاجه كبيره يعني. اذا حبيباتي، المغزى من هذه القصه شاه الخدمة في الدار ما تعنيش أنك راكي آمنة 100%. ثقة لازم تكون بحدود، خصوصا مع الناس ما نعرفوهمش. فمن دارك فمن دارك يعني من داك تقدي تخدمي، لكن كذلك تقدي انتي توصلي نفسك يعني للمحال. اذا كما تعرفوا من داك النهار قلت لك وليت ما نحط قهوه لا ماكله حتى زبونه جديده، وما نخليش دراهمي ولا الذهب قدام حتى واحد. قلت لك حتى ولو كان من العائله، قلت لك صاي وليت نخاف، وليت موسوسه، وليت نشك في اي حاجه. قلت لك ولكن الحمد لله على الاقل وليداتي ما صرالهم والو، وكل شيء يعني يتعوض. إذا وصلنا إذا لهذه النقطة وشفتوا القصة والعبرة منها أنك ما ديري كونفيونس في حتى إنسان مهما كان ومهما كانت صفته ومهما كان يعني مظهر تاعه بين نيته وصدقه. ما نعرفهاش وما نعرفه ما نعرفهاش، ما نعرفش غادي يجيني منه. باسكو لو كان تعرفيه ودير لك عفسه كيما هذه سي بون كي تعرفيه تقدي تشكي بيه تقدي دير. بصح الانسان انا راني هنا نقول لكم نهضر لكم على الناس اللي ما تعرفوهمش، ما تدخلوش ناس ما تعرفوهمش لدياركم. اتونسيون، حرزوا رواحكم. اذا هزتك هذه القصه ديري لايك وشاركيها مع الناس باش يعني يحرزوا رواحهم، خاصه اللي يخدموا في هذا الدنيا، يخدموا ماشي شرط خياطات، حتى لو كانت تكون حلواجيه تخدم من دارها. مش عارفه انايا اي وحده تخدم كاش حرفه في دارها تحرز روحها من البراويه، الانسان اللي ما تعرفهاش كاع. وشاركيها مع الناس باش ياخذوا الحذر، وتابعي القناه خاطش كاين يعني بزاف من القصص الصادمه من القلب، ويعني من واقع الخياطات والخياطين. قصص يعني ما تكتبهاش حتى المسلسلات. الى هنا نقول لك باللي القصه تاع اليوم كانت عبره لكم حبيباتي. لازم تحرزوا رواحكم، الدراهم ماشي كل سيفري، الحرفه راهي تسترك، لكن عرفي مع من تخدمي وكونك انسانه رزينه، وديري رقم سبيسيال للخدمه. وهاد الانسانه ما تدخليهاش لدارك حتى تقولي لها انت شكون اللي راه راسلك بالضبط، وتتاكدي من هذاك الانسان اللي راه راسله اسكو صح انت راك راسل لي سابون يعني. حتى ولو كان صرات كتش مشكل راه عندك بروف تاع الكلام، وسجلي اي حاجه حتى الهضره كي تكوني شاكه فيها سجليها، باسكو هذيك تحكمي بها بروف. انا نعطيكم هذه النقاط، هما نقاط اساسيه الا بغيتي تخدمي من دارك، حتى لو كان بغيتي تخدمي من محل ابا يعني الخدمه اونلاين هي اللي تكون يعني هاكم، ما تقدريش تقولي امينه 100%. حاولوا يعني تحرزوا رواحكم، وان شاء الله ربي يوفقكم في مهنتكم وحرفتكم، ويرزقكم الرزق يعني الكثير والوفير، وتحققوا امنياتكم ويعني وربي ومكاش كيما يعني الرزق الحلال. الى هنا اقول لكم مني السلام.